مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نعرض عليكم طريقتي في اعداد طاجين بالخضره. الطاجين هذا مختلف على الطاجين التونسي العادي، ياسر بنين ياسر متميز مختلف، مذاقه يهبل، بنين 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 على الاخر ومنظم مستوي قد جذاب، معناها يعطيك جمال على الطاوله. حاجه مختلفه، حاجه مزيانه برشا، ننصحكم جربوها. ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو، تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس. بالنسبة للمكونات كما تلاحظوا ما تبعدش ياسر على الطاجين العادي. عندي زوز قرع بوتزينة متوسطين، ماهمش كبار، بصلة واحدة كبيرة الحجم، جزرتين، 3 حبات بطاطا، فروماج باش ناخد 3 حبات، 3 توابع ولا 4، زيتون اسود، زيتون اخضر، صوص صويا، خميرة مرطبات، 6 بيضات، شريطة دجاج خذيت منها صدر، صدر دجاج، جبن موزاريلا، وشوية فحات. بالنسبة للفحات عندي كركم باودر، ثوم، ملح، فلفل أسود، وشوي زنجبيل مرحيين، ومكونات عادية. نمروا للتجهيز. بالنسبة للحم أنا باش نقصه في شكل طولي هكا، ومن بعداش نقصه هكا في شكل مربعات صغيرة، على الشكل هذا يسمى جيد. نحاول اني ما نعملهاش احجام كبيره، كيف هكا باهي. ونواصل على هذا المنوال. كما تلاحظوا اللحم قصيته في شكل مربعات صغيره الحجم. انا توا باش نبدا، اول حاجه نقوم بها هي تجهيز اللحم. نبدا نفوحه. شنو باش نعمل؟ صوص الصويا هذا انا عندي مالح شويه، نصب صوص الصويا يفوح باهي. ثم تلقى المالحة، تلقى المالحة شوية متوسط، وتلقى المالحة ياسر، فهمت؟ حاول انك تشري المتوسطة. بالنسبة للفحات عندي الملح، الكركم، الثوم، الفلفل الاسود، والقرفة، هذوما الكلهم باش، والزنجبيل معاهم، هذوما الكل باش نفوح بهم اللحم. نخليه في الثلاجة يمص هاك الفحات اللي فيه الكل. توا نخليه في الثلاجة، يبقى في الثلاجة نكمل نجهز المكونات الأخرى. معناها يلزم على قليلة، مثلا ساعة، نصف ساعة، أقل شيء نصف ساعة. توا نبدأ نجهز القرع. قرع بوتزينة، نحي طنجورة من هوني ومن هوني كهو. باش نستعمل الحكاكة هذيك على الشكل هذا، ما نقشروش، ما نقشروش. بعد ما جهزت قرع بوتزينة بالحكاكة، حاجة تميزه انه فيه الماء، فهمتني؟ فيه ياسر الماء. الماء ذاك يلزمني نتخلص منه، معناه بيدي نعصر هكا لو ماكس، كيف هكا، كل ما نجم نعصر هكا. نواصل على هذا المثال، ناخذ بالمجموعة بيدي ونعصرها، ناخذ كل مجموعة بيدي ونعصرها لو ماكسيموم بوسيبل، نخرج منها الماء الكل. الطريقة هذه أفضل طريقة باش نتخلص من الماء الموجود فيه الكل. الماء هذاك نرميه بعد. توا بالنسبة لك الجزرتين نزيد نعملهم بالحكاكة نفس الشيء كيما ما عملت قرع بوتزينة، نكمل نحكهم بالحكاكة. اول حاجه باش نقوم بها هي باش نقلي البطاطا باش نقليها عادي، مانيشني باش نحط فيها حتى شيء، حتى الملح مانيشني باش نملحها، على خاطر عندي اللحم فيه صوص الصويا، ولا من بعد تو نملحها. نقلي البطاطا قصيتها في شكل مربعات. بعد ما قليت البطاطا باش نقلي البصل توا. نخليه حتى يذبل. البصل الحلة توا بريسك. شوفوا اللحم كيفاش منظرو، فاوح على الاخر على الاخر. الطريقه هذه باهيه باهيه جدا،
التفويح اللحم. كل ما تخليه في الثلاجة وتفوحه بالطريقة هذه كل ما يكون لك اللحم فاوح، وبعد بالطبيعة الطاجين يكون بنين. نكمل نقليه توا مع البصل. البصل لازم يكون دابل. توا حاليا باش نبدا نخلط جميع المكونات. فرغت اللحم ما نحكي لكمش عليه، ريحته ياسر بنينه، ياسر فاوح يهبل. باهي حطيت هوني اللحم والبصل، باش نحط عليه البطاطا. نبدا نخلط المكونات. نبدا بالعظم. العظم قلنا 6 كعبات عظم. الزيتون نخلي شويه، بالنسبه للزيتون مانيش باش نعمل الكل، باش نخلي شويه اكهو في اللون الاسود هكا يكفي. جزر. هوني ما ننساش باش نحط خميره مرطبات، ملعقه صغيره مملوءه، ملعقه صغيره في الحجم هذا خميره مرطبات. بالنسبه للجبن انا باش نعمل 3 طوابع فروماج عادي. من المستحسن تقصوا هكا بالسكينه. اذا حسيت اني الخليط مازال شايح تنجم تزيد مثال بيضه ولا 2. الجبن بالنسبه للجبن اي جبن تحبه، موزاريلا، مالح، اللي تحب انت، هذه حاجه شخصيه ترجع لك انت. نجم تستعمل اي جبن يعجبك. انا استعملت جبن الموزاريلا ومعها فروماج. لازمني نخلط المكونات مليح مليح. توا باش نحط قرعبه الزينه. نخلط جميع المكونات. الطاجين هذا ياسر بنين. وبعد تذوق على الملح، تشوف هل تزيد ملح ما تزيدش ملح، شنو رايك. خديت الطبق السيليكون هذا، ما تنساوش تدهنوه بالزيت من الاسفل والجوانب. الطبق هذا الحاجه اللي تعجبني فيه انه يكون طاجين قد معناها من غير طبقه بعد تقص بالسكين، معناها تجيك في شكل دايره مباشره. وفي نفس الوقت تنجم تقدموا في مع بعض الكل في صحن واحد، والا كل مره كيفاش انت حر من بعد في طريقة التقديم على الطاولة. منظره مزيان على الطاولة على الاخر، ويهزلك كمية كبيرة زادة. توا نبدأ نحط. بعد ما عمرت الطبق باش نحطه توا في الكوشة لمدة 40 دقيقة على درجة 180 درجة. وفي نفس الوقت يلزمني نراقب الكوشة تكون من فوق ومنلوطة. هذه هي طريقتي في إعداد وتحضير طاجين بالخضرة. ياسر طريقة سهلة، متميز، طعم رائع جدا، بنين على الاخر بالحق يستحق انك تجربوا. ومتأكدة انه باش يعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو اذا عجبكم الفيديو، وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس. شكرا ومع السلامة.